ثم يأتي الفصل الثاني: مصادر القانون وتطبيقه. عنوانه مصادر القانون وتطبيقه. إذن سهل، فهو يقسم إلى فرعين. الفرع الأول مصادر القانون، وهو اللي غنهضروا عليه في هذا الفيديو، والفرع الثاني هو تطبيق القانون. الفرع الأول مصادر القانون. مصادر القانون اش كنقصدوا بها؟ المنبع، منين كنجيبوا القانون. فمصادر القانون أو منابع القانون هي جوج: كاين المصادر الرسمية وكاين المصادر التفسيرية. لاحظوا معي، المصادر الرسمية هي 4، وغادي نناقشوها في المبحث الأول، المصادر الرسمية. وعندنا المصادر التفسيرية هي جوج، غادي نناقشوها في المبحث الثاني. إذن المبحث الأول المصادر الرسمية. المصادر الرسمية للقاعدة القانونية عندنا أولا التشريع، ثانيا العرف، ثالثا مبادئ الدين، رابعا مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة والإنصاف. أعيد: المصادر الرسمية للقاعدة القانونية أولا التشريع، ثانيا العرف، ثالثا مبادئ الدين، رابعا مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة والإنصاف. هنا وجب الانتباه إلى الترتيب: أولا التشريع، ثانيا العرف، ثالثا مبادئ الدين، رابعا مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة والإنصاف. نبدأ بالمطلب الثاني لسهولته ووضوحه، وهو يناقش المصدر الثالث مبادئ الدين، والمصدر الرابع، وركزوا معي على الترتيب، والمصدر الرابع مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة والإنصاف. إذن هذا المطلب يقسم إلى قسمين: الفقرة الأولى مبادئ الدين، الفقرة الثانية مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة والإنصاف. نعود إلى المطلب الأول الذي يناقش التشريع والعرف. هذا المطلب مهم جدا، هذا المطلب كما قلت مهم جدا، ولا بد للطالب من ضبطه بشكل جيد. فعندنا الأول التشريع، سنناقشه في الفقرة الأولى. أولا تعريف التشريع وخصائصه. تعريف التشريع وخصائصه: ألف: تعريف التشريع، ما هو التشريع؟ باء: خصائص التشريع. للتشريع خصائص. ما زلتم تتذكرون أنكم حينما درستم القاعدة القانونية وجدتم أن لها 3 خصائص، فهي قاعدة سلوك اجتماعي، قاعدة عامة ومجردة، قاعدة ملزمة مصحوبة بجزاء. كذلك للتشريع خصائص 3. فالتشريع يضع قاعدة قانونية، التشريع يضع قاعدة قانونية، والتشريع يتضمن قاعدة مكتوبة، والتشريع يصدر عن سلطة مختصة. لابد أنكم تبقوا عاقلين. القاعدة القانونية عندها 3 ديال الخصائص، فهي قاعدة سلوك اجتماعي، قاعدة عامة ومجردة، قاعدة ملزمة ومصحوبة بجزاء. كذلك التشريع عنده 3 ديال الخصائص كما قلنا: التشريع يضع قاعدة قانونية، التشريع يضع قاعدة قانونية أي أنه ينشئها، والتشريع يتضمن قاعدة مكتوبة، والتشريع يصدر عن سلطة مختصة. لأنه سبق للأستاذ أن طرح سؤال ربط فيه بين خصائص القاعدة القانونية وخصائص التشريع، فانتبهوا إلى هذا الأمر. ثانيا أنواع التشريع: ألف: التشريع الأساسي اللي هو الدستور، باء: التشريع العادي. التشريع العادي فيه 2، لهذا قسم إلى 1 و2. 1 القوانين التنظيمية. القوانين التنظيمية هي القوانين التي لا بد أن ينص عليها الدستور، وهي تكمل وتشرح الدستور. ثانيا القوانين العادية التي تصدر عن السلطة التشريعية اللي هي البرلمان، ولكن يمكن أن تصدر كذلك عن السلطة التنفيذية في 2 ديال الأحوال: في حالة الضرورة وفي حالة الإذن أو التفويض. جيم التشريع الفرعي. التشريع الفرعي يصدر عن السلطة التنظيمية. ثالثا سن التشريع ونفاذه، وهذا مهم جدا. أولا مرحلة الاقتراح،
ثانيا مرحلة المناقشة والتصويت. ثالثا مرحلة التصديق. هذه المراحل الثلاث هي مراحل سن التشريع. إذن سن التشريع، صناعة التشريع، كدوز من ثلاثة ديال المراحل: مرحلة الاقتراح، مرحلة المناقشة والتصويت، مرحلة التصديق. باء فيها نفاذ التشريع كي يصبح التشريع نافذا. عندنا المرحلة الأولى 1 الإصدار، وعندنا المرحلة الثانية 2 النشر. إذن سن التشريع ونفاذه راه مهم ضبطوه. عندنا ألف سن التشريع فغنلقاو فيه ثلاثة ديال المراحل: مرحلة الاقتراح، والاقتراح إما كيجي من عضو بمجلس النواب أو عضو بمجلس المستشارين ويسمى مقترح قانون، أو يأتي من الحكومة ويسمى مشروع قانون. مرحلة المناقشة والتصويت بطبيعة الحال في مجلس النواب ومجلس المستشارين. مرحلة التصديق بطبيعة الحال كذلك في الجلسة التشريعية من مجلس النواب أو ومجلس المستشارين. نفاذ التشريع الإصدار والنشر. الإصدار يصدره الملك بظهير، والنشر ينشر في الجريدة الرسمية للمملكة. عندنا العرف، وهو المصدر الثاني من المصادر الرسمية للتشريع، نناقشه في الفقرة الثانية. أولا مفهوم وأهمية العرف. ثانيا أركان وشروط العرف. ثالثا العرف والعادة الاتفاقية. هذا الأمر مهم، راه لابد توليو تفرقوا ما بين العرف والعادة الاتفاقية. رابعا القيمة القانونية للعرف. نرجعوا لأولا شنو عندنا مفهوم وأهمية العرف. أولا مفهوم العرف. باء أهمية العرف. فيها جوج: مزايا العرف وعيوب العرف، لأنه في الأسئلة التي تطرح يوم الامتحان كيقول لك تحدث عن أهمية العرف. مني تبغي تهضر على أهمية العرف تتذكر راه كاينه مزايا العرف وعيوب العرف. ثانيا أركان الشروط ديال العرف. ألف أركان العرف. عندنا الركن المادي، لا بد من أن تتذكر أنه كاين الركن المادي للعرف ويوجد الركن المعنوي للعرف. باء شروط العرف. أولا العموم والتجريد. ثانيا القدم. ثالثا الثبات. رابعا ألا يكون مخالفا للنظام العام والآداب العامة. خامسا الإلزام. سادسا ألا يخالف النص التشريعي. لابد الطالب يحفظ هادو عاد يمشي ويعرف المعنى والشرح ديال كل شرط من هذه الشروط. أولا العموم والتجريد، القدم، الثبات، ما يكونش مخالف للنظام العام والآداب العامة، الإلزام، وألا يخالف النص التشريعي. ثالثا العرف والعادة الاتفاقية. قلنا هنا خصو يميز ما بين العرف وما بين العادة الاتفاقية. رابعا القيمة القانونية للعرف. ألف دور العرف في القانون. باء تجليات العرف في التشريع المغربي، وكذلك هذا الأمر مهم لأنه يطرح في أسئلة الامتحان. عندنا المبحث الثاني المصادر التفسيرية. في المطلب الأول الاجتهاد القضائي، وفي المطلب الثاني الفقه. إذن المصادر التفسيرية فيها الاجتهاد القضائي وفيها الفقه. هذا المصدر سهل ولكنه مهم في نفس الوقت. بالنسبة لهذا الPDF غادي نخلي لكم في صندوق الوصف في أول تعليق. تحية طيبة وبالتوفيق للجميع.